انا عايز اخس امشي بنظام غذائي والعب الرياضه. ازاي اولد الاراده للاستمرار في الرياضه؟ انا بستمد بعيادتي بالاخص كل كلامي من كلام ربنا. مين اللي خلقك؟ ربنا. مين اكتر واحد يعرف يكتب كتالوجك دلوقتي، انا ولا ربنا؟ ربنا. ربك في القران كتب كل حاجه. ربك قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ده نظام دايت محترم. لو قللت قوي هتبقى عندك نحافه، زودت قوي هتبقى عندك سمنه. رقم 2 وقل اعملوا. يعني ايه اعملوا؟ مش اقعدوا على ترابيزه واعملوا وهاتوا فلوس، لا قوموا اتحركوا. بص، الحق حق ان يتبع. لما هتروح تدوق الجيم مره واثنين وثلاثه وانت اصلا كنت بتطلع سلم وبتنهج، بتنام بالليل وانت بتنهج، بتعمل اقل حاجه وانت بتنهج، بعد ما تروح الجيم مره في 2 في 3 تلاقي جواك طاقه فظيعه وتقدر تطلع وتنزل وتقدر تعمل اشغالك. انت هتيجي في لحظه لو ما رحتش الجيم ده النهارده نفسيا هتتعب. التعود هو اساس اي حاجه في الدنيا. ربنا خلقك بتتعود في 40 يوم. عايز تبطل سجاير بطلها 40 يوم، خلاص الجسم بيرفضها بعد 40 يوم. التعود، لو عودت حالك على الصح هتنيك ماشي عليه على طول. عودت حالك على نظام تغذيه صح هتنيك ماشي على نظام التغذيه الصح. عودت حالك على الرياضه هتنيك ماشي على الرياضه. وصدقني لما تدوق الحلاوه بتاعه الحاجات دي مش هتسيبها.